من شبه اباه ما ظلم. المثال هذا مش ديما في بلاصتو ومش ديما صحيح. ساعات نلقاو البو ماشي في ثنيه وولده ماشي في ثنيه اخرى. ونزيدكم زياده ينجموا يكونوا ما يشبهوا لبعضهم في حتى شيء. مانيش مطالبين نكونوا نسخه من ابائنا، خصوصا كي تكون النسخه هذه مشوهه والا تتبنى الفكر الارهابي. نجيو نشوفوا مع بعضنا شنو هو الفرق بين اسامه بن لادن وولده عمر. البو هز في يديه كلاشينكوف، الولد هز يديه فرشة رسم. البو قاتل الأرواح، الولد مبدع وفنان. البو كره الغرب وحاربهم، الولد عاش وحياة وتولد من جديد في الغرب. البو مقاتل محنك انغمس بكله في الدم وريحة الدم. الولد رسام ويحب الريشة والألوان. البو مغروم بساحات القتال وصوت القنابل والتفجيرات. الولد مغروم بالمعارض الفنية والبلايص الهادية والمساحات الخضراء. البو شاف الدنيا يا قاتل يا مقتول، الولد شاف الدنيا سلام في سلام. البو منغلق ودغمائي ويرفض الاختلاف. ولاد منفتح وحياته كلها متقبل ومتعايش مع الاختلاف. عمر ما عاش في جلباب بوه، ولقى الشغف نتاعو اللي خلاه فرحان محب للحياة ومتصالح مع ذاته. وتعلم الرسم في العمر ال41 خلال فترة الحجر الصحي ووقت انتشار الكورونا، وعمل معرض ناجح في منطقة النورماندي الفرنسوية. يقول في واحد من لقاءاته الإعلامية اللي هو تحرر من عمي البو، وإنه في المنطقة اللي يسكن فيها ما فما حتى حد حاسبه وقال قالوا مانيش باش نخليوك تعمل حاجات اللي تحبهم وتخدم على روحك فقط بسبب انك ولد اسامه بن لادن. فما حد راقبه وقال عامله بطريقه خايبه ما تليقش به. بن لادن كيف ما عنده ولده اسمه عمر ما تبعش ثنيته واختار السلام على الحرب والمحبه على الكره والنسيان على النقمه. عنده ولده اخر اسمه حمزه ولي عهد الجهاد. صنفته امريكا من اخطر الارهابيين عام 2017 وعرضت مكافاه ماليه قيمتها $1,000,000 لأي شخص يعطي عليه معلومات. من الحكاية هذه أعزائي المتابعين نجموا نخرجوا باستنتاج مهم برشا. من شبه أباه ما ظلم، ومن خلف أباه حتى هو زاد ما ظلم.